من المحاولات الفاشلة التهديد دون المتابعة. التهديد دون المتابعة يعني يجي أب يقول لابنه أنت عارف لو جيت بعد الساعة 12 بالليل مش هدخلك البيت. هيجي الواحد الساعة 2 بالليل ويفتح ويخش وأبوه يدخله. فالواد يقول لك شوف بابا ده بيزعق وما بيعملش حاجة، مجرد يتنرفز كده ويقول لك وما عملش حاجة. طبعا احيانا ليه احنا بنهدد انه ما بننفذش؟ لان احنا اللي بنهدد بيه انا عارف ان انا مش هعمله. يعني مثلا انا عارف ان انا عمري ما ابني هيجيني الساعه 2 بالليل وهقفل الباب، مش هسيبه بات بره، فلازم اخليه يدخل ويبيت. فاذا لما اجي اهدد بحاجه، او بلاش كلمه تهديد، انذر بحاجه، لازم اخد الانذار يكون واقعي ويكون هيتعمل. وبعد كده لو انا انذرت لابد ان انا انفذ. يعني ان انا مثلا اقول ايه، شوف يا حبيبي لو انت اخترت انك تعمل كده يبقى انت اخترت برضو ان انت ما تطلعش الرحلة دي مع المدرسة، ففكر وشوف انت تحب تعمل ايه. فلو هو فعلا مشي في الطريق الغلط اللي انا كنت بحذره منه، ايه اللي يحصل؟ يبقى فعلا مش هيخرج الرحلة مع المدرسة، او ان انا مش هديله المصروف اللي هو هيدفع بيه الرحله بتاعه المدرسه. او مثلا ولد بيستخدم الموبايل بتاعه بطريقه غلط، فابوه ممكن يقول له بص يا حبيبي لو انت هتفضل تستخدم الموبايل بتاعه بطريقه غلط انا مش هدفع الفاتوره بتاعته، شوف انت تحب تعمل ايه. لو الولد فعلا اختار ان هو ما يعملش كده، فعلا الاب ما يدفعش الفاتوره. لكن لو يجي الاب في الاخر يحن ويدفع الفاتوره، عمر ما الولد هيتصلح. ده اللي ربنا قاله لآدم، قال له يا آدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. أكل من الشجرة خلاص. مش كده ربنا ادانا اختيارات، قال ها قد وضعت أمامك طريق الحياة وطريق الموت. أنا مش بجبرك تمشي في أنه طريق، بس بنصحك اختر الحياة لتحت، اختار. لكن لو مشيت في الطريق التاني يبقى الموت. في فرق بين التهديد والتحذير أو الإنذار. بنفرق بين التهديد والتحذير أو الإنذار. التهديد ده تعبير يائس عن فشلي في تغيير الآخر، عشان كده بيكون غير منطقي. يعني أقول أنت لو عملت كده أنا هطردك من البيت. ده أنا مش عارف أتعامل معاه إزاي، فأنا بتنرفز وبعبر كده بطريقة فاشلة عن يأسي في التعامل معاه، وبقول حاجة غير منطقية وأنا عارف إن أنا مش هطرده من البيت. ده بيخلي الآخر لا يأخذني بجدية، يقول لك كده ده بيتنرفز وينزل ما فيش، ما بيعملش حاجة من اللي بيقول عليه. ده غلط. لكن التحذير هو شرح النتائج المتوقعة للتصرف الخطأ. لما تعمل كذا وكذا وكذا هيحصل كذا وكذا وكذا، شوف انت تحب تختار ايه. يوم ان تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. هنا ربنا شرح النتيجة لآدم، فكر شوف انت عايز تعمل ايه. وربنا ما منعش آدم انه ياكل من الشجرة، لان ربنا بيحترم حرية الإرادة. ربنا ما غصبش آدم انه ما ياكلش من الشجرة، لكن شرح له نتائج الأكل من الشجرة. ده اللي بنسميه التحذير أو الإنذار.